Are you ready? Let's dive in. First, when I tell you phonics or phonetics, what do you expect here? What's the difference between both of them? Phonetics is a science of describing language sounds. بمعنى أصح الفونetics هي اللي بتعلمنا إزاي نسمع الحاجة ونقولها صح. الفونكس the system of teaching people how to read. لو أنت دلوقتي شفت أي كلمة قدامك فأنت إزاي تنطقها صح بناء على التعليمات او الفونكس رولز اللي احنا هنعرفها. ده ببساطه جدا الفرق بين الفونetics والفونكس، لان في ناس كتير قوي بتتلخبط ما بينهم، ما تبقاش عارفه يعني ايه phonics or phonetics. عشان نعرف الفونكس والفونetics رولز لازم نعرف ان الالفابتس هي عباره عن ببساطه letters، ولكل letter ليه sounds، والsounds in English متقسمه لنوعين consonants and vowels. consonant يعني ساكن وvowel يعني متحرك. ايه هي الفاول sounds او ايه الليترز اللي بتدينا vowel sounds؟ زي ما انت شايف قدامك في السلايد هما ال A, E, I, O and U. وطبعا كل vowel ممكن يبروديوس different sound based على البوزيشن بتاعه في الكلمه. خلونا مثلا ناخد example. لو انا عندي vowel والفاول ده بعديه consonant او بعديه ساكن، فبالتالي بقدر اسميه short vowel. لو الفاول ده مش بعديه consonant او الفاول ده already في اخر السيلابل، وهنعرف يعني ايه syllable النهارده في السيشن بتاعي، فانا typically ده بيخليه long vowel. What is a syllable؟ خلونا ببساطة نفكر في الحيطة اللي قدامنا. الحيطة اللي قدامنا هي عبارة عن bricks أو طوب، فلو اعتبرنا إن الحيطة دي هي الكلمة أو the word، فالطوب ده هو السيلابلز، فالسيلابل هو جزء من الوردز او زي ما بنقول بالعربي مقطع. المقاطع in English احنا هنا بنقسمها على اساس الساوند بتاع المقطع او المقطع بيدي ساوند ايه، فبالتالي ممكن نقول ان السيلابل عباره عن beat of a sound في الوردز، وهو دايما هو اليونت بتاع البرونانسيشن، يعني دي اقصر حاجه ممكن ننطقها في الكلمه. ممكن تدي فاول ساوند يس. طيب هل معنى كده ان لازم يكون في السيلابل فاول؟ definitely yes. وساعات كتير اصلا بيبقى الفاول نفسه هو سيلابل لوحده. السيلابل ممكن يكون زي ما قلنا one sound او many sounds. for example مثلا لو انا قلت cat، cat هنا one syllable وعشان هي فيها one vowel، لكن فيها three sounds ك أ and ت. on the other hand لو قلت مثلا the word stump، the word stump هنا فيها 5 حروف S T U M P، وكل حرف بيدي sound، فاحنا عندنا 5 sounds، لكن الword كلها one syllable because it has one vowel. خلينا برضو واضحين ان الكلمة ممكن تكون one syllable او اكتر. يعني لو انا مثلا عندي كلمة fast، fast هنا هي one syllable بقولها طريقة واحدة. طيب انا هعرف منين ازاي الكلمة اللي قدامي فيها كام syllable؟ ببساطة جدا في تكنيك بسيط ان احنا بنحط ايدينا تحت الشن وبنبتدي نقول الكلمة وبنسيب مسافة بسيطة، وكل لما الشن بتاعتنا تلمس ايدينا ده كده one syllable. فلو انا قلت fast فانا لمست ايدي مرة واحدة، لو انا قلت be فانا لمست ايدي مرة واحدة. لكن on the other hand لو انا قلت happy فانا لمست ايدي مرتين، فهنا two syllables. لو انا قلت مثلا basket فانا لمست ايدي مرتين، فهنا two syllables. هنا دي الطريقة الابسط ان احنا ازاي نقسم الكلمة لسيلابلز. لو نفسك تتعلم اساسيات الانجليش صح من البداية ولحد الكونفرزيشن والاحتراف، ابعت لنا اسمك ورقم تليفونك واحجز مكانك في الدفعة الجديدة من الكورس.